من 125 سنه تقريبا، ولما جم يسووا الاول غساله واول ثلاجه دار حوار سريع كده بين البائع وبين الناس، ما اقدرش اقول لك بين المشتري لان ما كانش فيه لسه حد بيشتري. فالناس سالوه ايه دي؟ قال لهم غساله بتغسل لوحدها وتوفر عليك الوقت. قالوا له لا احنا عندنا وقت نعمل كل ده، ما اشتكيناش من الغسيل. قال لهم توفر عليكم الوقت وممكن في نفس الوقت بتاع الغسيل تكنسوا او تمسحوا او تعملوا حاجه. قالوا له احنا عندنا وقت لكل ده ومفيش اي مشكله، ولا انتوا علشان دلوقتي بتنتجوا الكهرباء فبتخترعوا اجهزه تستهلك كهرباء اكتر فندفع اكتر؟ قال له تقريبا كده، الموضوع كله تجاره. قال له ممكن تعمل اي تجاره، المهم ما تتاجرش بوقتنا، ما تتاجرش بطاقتنا، لان احنا لما بنغسل بنعتبرها رياضه، وكمان لما ما يكونش عندنا ثلاجه هنشتري على قدنا ومش هنستهلك اكتر، والبياع مش هيجيب اكتر، والفلاح مش هيضطر يحط مبيدات، وبعدين تدور الدايره ونأذي نفسنا بنفسنا. هنوفر على نفسنا فلوس وكمان تعب، والاهم ان احنا لو بقينا مضطرين نشتري كل الاجهزه دي فبعد كده مش هنشتغل علشان نكفي نفسنا، مش علشان نسعد اهالينا او نشتري حاجه او يكون عندنا مدخرات، ولكن هنشتغل علشان خاطركم، علشان نشتري اجهزتكم. فمعنى كده ان احنا بنشتغل عندكم. كانوا بيقولوا الكلام ده وما كانش فيه وقتها غير غساله وثلاجه، ما شافوش دلوقتي الاير فراير والديب فريزر والمايكروويف وغساله الاطباق وكمان المكنسه اللي بالكهرباء، وشويه وهيبقى روبوت موجود في البيت بيعمل للناس كل حاجه، لدرجه ان ما بقاش في اي حد عاوز يتحرك، لا يعمل الواجبات اللي عليه ولا يؤدي الفروض ولا حتى يحرك عقله. الكسل بقى اسلوب حياه، الاكل نفسه بقى مجمد معلب مصنع مهدرج، والانسان ما بقاش عاوز يعمل حاجه، كل اللي بقى نفسه فيه شاشه يتابع من خلالها العالم، يحكم على ده ويشتم ده ويتمنى يعيش حياه ده وبس كده. للاسف بقت امراض اكتر وكسل اكتر ومصاريف اكتر وحياه ضايعه في ايه؟ مش عارفين. السؤال اللي دايما نفسي اساله للناس اللي لما بيجهزوا بيجيبوا اجهزه بالملايين، حضرتك اغنى ولا المواطن الاوروبي؟ المواطن الاوروبي اللي والله ما عنده 20% من الاجهزه اللي موجوده في بيت حضرتك، اللي يوم ما بيبني جريل في البلكونه او الجنينه بيبقى فرح العمده. حضرتك اقوى صحيا ولا لعيبه الاولمبيات اللي الرياضه بالنسبه لهم اسلوب حياه، مش مجرد بيستغلوها علشان يجيبوا ميداليات، ولكنهم بيتمرنوا في الاسبوع اقل حاجه 8 ساعات، عشان كده لما بيدخلوا اي مسابقه بيجيبوا ميداليات. فهل حضرتك اولى تتمرن ولا هم؟ حضرتك اعرف باللي حواليك ولا اللي معاهم ماجستير ودكتوراه والاستاذيه وما زالوا بيتعلموا كمان؟ حضرتك اشطر في شغلك ولا الصينيين؟ مشغول في شغلك وحياتك ولا الصينيين مشغولين اكتر؟ ومع ذلك عندهم وقت العيله، وقت مقدس. افضل الدول في الناتج المحلي لسه اهلها بيزرعوا في البلكونه او الجنينه او على السطح وبيربوا ماشيه، واحنا للاسف بنستخدم كلمه فلاح كسبه او تقليل من الطرف الاخر. ولكل الشباب اللي نفسك تهاجر لبلادهم لسه بيلعبوا رياضه كل اسبوع اقل حاجه 8 ساعات، ولسه بيتمشوا كل يوم اقل حاجه ساعه، ولسه بيمارسوا هوايات زي الرسم والكتابه والنحت او الخياطه او التطريز، الحاجات اللي كلنا نسيناها، اللي كانت مقرره في المدارس ودلوقتي ما بقاش في اي حد بيعمل منها اي حاجه، لدرجه ان معظم الناس في البلاد العربيه بقت على ايديهم نقش الحنه، ما بقاش في اي حد عاوز يعمل اي حاجه. بنشتري اجهزه بمئات الالوف ومع ذلك مقضينها دليفري. يعني نوفر فعلا ثمن الاجهزه دي ونشغل المطاعم بدل المرتبات ما بتضيع في اول 5 ايام من الشهر، يا اما نجيب الاجهزه وناكل في بيوتنا. لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض. الشعوب اللي بنحسدهم ونقول بلادهم نظيفه شوارعهم نظيفه لانهم مش قاعدين في الشارع طول الوقت ولا قاعدين على القهاوي، ولكن مقضيين اوقاتهم في بيوتهم مع عائلاتهم بيربوا اولادهم، كل واحد بيتعلم حاجه جديده، لو مش في مدارس او جامعات اونلاين، بيستخدموا الانترنت افضل استخدام، ملتزمين فعلا بمسؤولياتهم مش بيضيعوا وقتهم. والانسان اللي مش ملتزم اجتماعيا هو الانسان اللي مش هين عليه يشيل ورقه من مكانها وماشي يشتكي يقول الحكومه والعالم والشعب والناس وكل ده. ولو فعلا كل واحد بدأ بنفسه الوضع هيتغير كليا، لان الحياه اللي على طبق من ذهب دي مش موجوده غير في الروايات او في مخيله الشخص اللي بيتكلم عنها طول الوقت وبس. لو عاوز فعلا تعيش كويس اشتغل واسعى واتعب واتحرك. كل واحد فينا عليه دور اجتماعيا لازم يقوم بيه، واسريا مش دور، دي مسؤوليه، واجب، فرض. لازم الانسان ما دام قرر ينشئ عيله يدور في فلكها، يعيش وسطها، يعرف عنها كل حاجه، يضحي علشانها ويستحمل ويقدر. ده لو فعلا عايزين ننشئ مجتمع كويس، اسره سويه يعتمد عليها. غير كده فاحنا بنهرج. يا ريت فعلا نراجع نفسنا وخاصه الشباب. هفضل اقول لكل واحد بقابله اتحرك واعمل كل اللي تقدر عليه. مادام قادر تسافر سافر، اتعلم حاجه جديده. مادام قادر تتحرك اخرج، امشي ولو حتى لاخر الشارع كل يوم وارجع، هتعرف حاجه جديده، هتشوف حاجه جديده. تحرك من مكانك. الدكتور مصطفى محمود رحمه الله لما كان بيقول تحرك فانت لست شجره،
ما كانش يقصد بيها انك تتنطط من مكان لمكان زي ما بتوع التنميه البشريه غيروا معنى المفهوم بعد كده، ولكنه كان يقصد اتعلم، اسعى، اتحرك، اعرف حاجه جديده، ما تركنش للحاجات اللي بتتلقاها وخلاص. لانك لو بتتلقى معلومات وبعدين تعتمدها من غير ما تجرب بنفسك او من غير ما تشوف او من غير ما تعاشر ده او ده، يبقى انت مجرد متلقي ليس الا، مالكش حق حتى تقول وجهه نظرك. الدكتور مصطفى محمود كان يقصد اتحرك في كل مجال، حتى التعليم اللي قدام عينيك مش كفايه، لانه مش بينقلك من مرحله اللا معرفه للبحث والتجربه والاستنتاج والمعرفه، ولكنه بيديك مجرد اسس، هوامش، واي واحد مهتم بعد كده يروح يبحث ويكمل بنفسه، والا محدش هيوصل لحاجه. لو كلنا ركننا للي بيوصل لنا في الكتب وبس مش هنوصل لاي حاجه جديده. اللي فعلا عاوز اقوله في الفيديو ده، الاختيارات كلها قدامك، عاوز كل الاجهزه اللي عند كل الناس، عاوز الحياه اللي عند كل الناس واللي بتشوفها على الشاشات، اسعى واتحرك ووفر فلوس علشان تقدر تعيش الحياه دي وتقدر تجيب كل الاجهزه. لو شايف ان الحاجات دي كلها صعبه عليك، بلاش تكلف نفسك فوق طاقتها، عيش على قدك، هات الاساسيات وبس، بلاش اي كماليات، بلاش تقلد غيرك في اللي مش هيفيد. ناس كتير جدا من اللي حواليك بيتكلموا عن التحرر وهو عبد الشاحن وعبد الواي فاي وعبد الاكس بوكس وعبد التلفزيون، قاعد جنبهم مش قادر يتحرك. اللي عاوز يتحرر لازم يوصل بنفسه لدرجة انه يقدر يتخلى عن كل ده في اي لحظة ومن غير ما يندم. ساعتها بس يقدر يتكلم عن التحرر ويقول احنا لازم نتحرر ولازم نستقل ولازم ولازم ولازم. غير كده فأرجوك وفر صوتك، وفر مجهودك، بلاش نتكلم في حاجات احنا نفسنا ما بنطبقهاش. ولحد ما ده يحصل فلازم نقرأ كتير جدا عن التجرد، ولازم نحاول نطبقه قدر الإمكان في حياتنا. بلاش نفضل نسعى بس في كل حياتنا لتحقيق الماديات، لأن ده مش هيغير أي حاجة، بالعكس هيصعب حياتنا أكتر، وأعتقد مفيش أي حد عاوز كده. سلام.